مساء الفل. النهارده جايين نتكلم على مشكله ليفربول اللي قد كده. بص، هي مساحتها كبرت جامد زي المساحه اللي في ظهر ارنولد كده. لا يا عم بهزر معاك، احنا النهارده جايين نقول المشكله بتاعت ليفربول الحقيقيه فين، وهوريك كل حاجه على طبيعتها. بس يا حبيب قلبي كده انزل اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد بننزله. بص، القصه وما فيها، طول عمر يورجن كلوب بيتميز بالضغط العالي من وقت ما مسك ليفربول. دايما يورجن كلوب بيلعب بخطه 4-3-3. تلاقي عنده واحد ديفندر اللي هو رقم 6 بيقطع كور ويباصي كتير، وعنده 2 قدامه مركز 8. هتلاقي واحد بيوزع لعب لكل الملعب ويستلم الكره من تحت، وده هتلاقيه لعيب مهاري اكتر من رقم 6. يبقى رقم 6 ده اللي هو فابينيو حاليا. اللعيب المهاري ده مين؟ اللي هو تياجو الكانتارا. طيب اللعيب الثالث اللي هو بقى بيلعب هندرسون، هارفي إليو، جيمس ميلنر. بيعمل ايه ده بقى؟ ده غالبا لو واحد زي هندرسون مثلا تلاقيه دايما بيجري على الكوره، يطلع يضغط على المدافعين بتوع الخصم. تلاقي دايما عنده الثلاثه اللي قدام، واحد بيخلص قدام الجون اللي هو صلاح، الهاف بيمسك الجبهه مع المدافع بتاعه اللي هو مثلا كان زي ماني اللي هو دلوقتي مفيش حد بيغطيها مكانه. طب المهاجم دايما هتلاقيه ساقط لتحت، لو لاعب نص الملعب طالع يضغط على الكوره عشان المهاجم يستلم اول ما الكوره تتقطع من الاثنين مدافعين، او المهاجم بيضغط على الاثنين المدافعين ولاعب نص الملعب هيستلم ويدي للجناحين اللي بقوا ليهم مساحه فاضيه بعد ما الكوره اتقطعت. طيب السنه دي ايه اللي اتغير عند ليفربول؟ هقول لك انا، السنه دي ما بقاش فيه ضغط عالي اصلا من ليفربول. السنه دي ما بقاش فيه افتكاك للكوره من لعيبه النص بتاعت ليفربول. اللعيبه بقت بتجري معدل اقل من السنين اللي فاتت، وده بيعمل لنا مشكله كبيره ان معدل الضغط بتاع الليفر قل عن السنين اللي فاتت. نسبه الباص الصحيحه بقت قليله جدا عند لعيبه النص بتاعت ليفربول. اللاعب اللي كان بيضغط على الخصم من الجناح بيوفر مساحه للجناح الثاني او المهاجم اللي هو كان ماني، مشي ما بقاش في حد مكانه. طيب دلوقتي مش هتلاقي حد من ليفربول بيطلع يضغط على الاثنين المدافعين اول ما بيستلموا، ولا هتلاقي بيوفر مساحه للمهاجم، ولا هتلاقي المهاجم طالع بيضغط ولاعب نص الملعب وراه مستني الكره لما تتقطع. هتقول لي ماشي، ساعات الليفر بيعملها بس بيدخل فيه جوان كتير. الاجوان دي كانت بتدخل السنين اللي فاتت وبرده في ظهر ارنولد. المساحات اللي في ظهر ارنولد دي من ساعه ما طلع، مش لسه طالع امبارح ولا الموسم ده، لا. بس هي الفكره ان كان في لاعب بيغطي المساحه دي اللي هو كان فابينيو، كان المجهود البدني بتاعه اعلى من كده. انما حاليا ما بقاش بيغطي حاجه، ولا المساحه اللي في ظهر ارنولد ولا المساحه اللي في ظهره هو. فان دايك طبعا مستواه قل، والمدافع اللي جنبه مش ثابت، دايما كوناتي، ماتيب، جوميز، والثلاثه مستواهم متغير ومش زي فان دايك. طيب ليفربول محتاج كايسيدو من برايتون على الاقل حاليا في نص الملعب، وفي انتقالات الصيف محتاج يدخل السوق يشوف واحد نص ملعب مهاري تاني، ومحتاج راس حربه، ومحتاج مدافع عشان ليفربول يبدا يبني فرقته من اول وجديد ويبدا يرجع ينافس على كل البطولات. ليفربول افتقد الضغط العالي، ليفربول افتقد امكانياته اللي كانت سبب في فوزه بالبطولات السنين اللي فاتت. محتاج يراجع نفسه في نص الملعب لان ده اهم خط الملعب كله، وده اللي كان بيميز كلوب وليفربول. اشوفكم في فيديو جديد وما تنساش تدعمونا. سلام.